السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات يوميا حدث. هنستكمل مع بعض قضية سفاح التجمع، القضية المرعبة اللي شغلت رأي العام في الساعات الأخيرة. معنا النهاردة حصريا وانفراد صديق سفاح التجمع الخامس، هيحكي لنا ايه فترة الصداقة اللي كانت ما بينهم. هنعرف مع بعض هل زوجة السفاح خائنة زي ما قال ولا لأ. هنعرف مع بعض شاف أفلام إباحية ليها مع الأصدقاء وده اللي خلاه يعمل الجرائم بتاعته ولا لأ. خلينا عشان الناس اللي مش متابعة نقول الجرائم بتاعته. هو سفاح كان بيستقطب البنات الصغيرة في شقة في دار مصر في التجمع الخامس، كان بيستقطبهم، بيمارس معاهم العلاقات المحرمة وبينهي حياتهم وبيمثل بالجثمان. كان مارس الجنس بعد وفاة بنتين، كان مارس معاهم الجنس بعد وفاتهم. طبعا ده شغل سفاحين حقيقي. اسيبكم مع الاستاذ صديقه هيحكي لنا ايه التفاصيل، ايه معاملة السفاح مع اسرته، ايه معاملته مع ابنه مع زوجته، وليه زوجته انفصلت عنه وسابته، ليه سافرت بره مصر، ايه اللي هيرجعها مصر. تفاصيل مثيرة جدا، تابعوا معايا للنهاية. مبدئيا كده انا شفت بوستات كتيرة وكلام كتير كله غلط ما شاء الله يعني. عن كريم دوت سفاح التجمع اللي انا كنت اعرفه اصلا 2018. فعلا هو كان شغال في مدرسة فيروز البريطانية في بورسعيد، وبعدها نقل لنمير اسماعيل، بس فترة اللي انا عرفته فيها كان في مدرسة فيروز. والفترة دي هو اولا لا كان دكتور جامعي ولا اي حاجة خالص، هو كان وانا بي جانجستر من الاخر، كان واحد كده بيحاول يخطر من نفسه، بس هو كان جبان عامة، يعني كان شخصية جبانة، وكان يعني بيستوعب على الاطفال او الستات او اي حد اضعف منه عامة، بس لما كان حد بيقف قدامه كان بيخاف، يعني كان شخصية جبانة. وانا اتعاملت معاه كذا مرة، ومن تعاملي معاه هو فعلا مدمن مخدرات ومعقد نفسيا، وكان بيضرب مراته وكان بيضرب ابنه، وفعلا مراته سابته. بس في كلام كتير انا شفته غلط يعني. طبعا لا دكتور جامعي ولا معاه شهادة علم نفس ولا اي حاجة خالص من دي. هو كان مجرد واحد عايش في امريكا فترة ورجع هنا اشتغل بس. والفترة اللي كان في امريكا اللي هو كان بيحكي فيها، يعني بيقول لي هو دخل سجن في فلوريدا عامة، بس انا طبعا ما صدقتوش ساعتها، بس دلوقتي الواحد يشك فعلا. بس الكلام يعني معظمه غلط، معظم البوستات بتكتب حاجات غريبة، اللي هو كان ماستر مايند وكان بيعمل كل الكلام دوت تخطيط وكذا وكذا. لا هو واحد يعني معلش في كلمة مجنون جبان، بيستغل ضعف البنات، بيستغل ضعف اي حد. فلا ده لا ماستر مايند ولا ماستر بلانر ولا اي حاجة خالص، هو واحد مدمن مخدرات وقتل، بس كده. ما نحاولش بقى نخطر ونعظم في حاجة ما ينفعش نعظم فيها، تمام. وغير كده برضه صح، انا شفت فيديو غريب او بوست غريب بيتكلم اللي هو له علاقة بالماسونية والدارك ويب والحاجات دي. طبعا الكلام ده غلط خالص، لا هو له علاقة بده ولا ده. زي ما قلت في الاول والاخر، ده واحد مدمن عنده مشاكل نفسية ادت لكده بس. بعض المصادر قالت يا فندم ان الزوجة كانت عليها أفلام إباحية على التليفون وهو اكتشفها، فبالتالي جاله عقدة فنفذ جريمته لأنه شاف أفلام إباحية مع أقرب الأصدقاء ليه في مراته. هل الكلام ده صحيح ولا غلط؟ لو كان الكلام ده حقيقي، هو كان زمانته رفع قضية وكان زمانها اتحبست، بس أنا متأكد مليون في المية إن هي ما اتحبستش. سافرت القاهرة فترة وبعد كده سافرت أيرلندا ولسه هناك لحد دلوقتي. طب تساؤلات الناس كتيرة جدا بالنسبة لزين، يعني ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا متابعة القضية بيتكلموا ازاي ام تسيب ابنها.
هل هو عمل حاجة معينة ان هو يقدر ياخد منها الطفل، ولا حضرتك ما عندكش معلومات في القصة دي؟ لا بصراحة أنا ما عنديش أي تفاصيل عن الاتفاق اللي حصل بينهم إيه بعد ما انفصلوا يعني. بس برضه هرجع أقول لك هي كانت بتخاف منه لأن هو كان بيضربها، وكان يعني وحش في التعامل معاها من الآخر يعني. فيعني تقريبا هي حاولت تبعد عنه قدر الإمكان، بس دي الفكرة. حضرتك في الشات بينا قلت ان انت تعرفه من 2018 ل 2020 وما بقاش ينفع ان هو يكون صديق ليك، يعني مش هينفع ان هو يكون صاحبك، مش هينفع ان هو يكون شبهك، ليه؟ ايه الاسباب؟ طيب هو سبب مهم جدا. هو كان شغال في مدرسة الفيروز مع المدام عندي، تمام. فجأة المدام كلمتني في يوم قالت لي اللي هو يعني على صوته عليها في وسط المدرسة وكده، والناس كانت سامعاه، المدير بتاع المدرسة كان عارف اللي حصل والكلام ده. فأنا طبعا قلت لها لا استني عندك، وجيت المدرسة عشان أواجهه بالكلام ده. لقيته شخص جبان جدا، ويعني قال لي ما تلمسنيش وابعد عني والحاجات غريبة. بس دي الفكرة اللي أنا قلت لها من بعدها ما نعرفهمش تاني، بس لأن أنا شايف هم غلط يعني. وغير كده يعني ما ينفعش يتكلم مع المدام عندي بالطريقة دي. هو شخص جبان وده المفهوم عنه او المعروف عنه. هل كان بيحاول يظهر ان هو مثلا حد قوي، حد شبح بلغتنا المصرية، بيحاول يثبت وجوده اكتر بطريقة غلط مثلا؟ اه طبعا، اه طبعا، ده هو كان يعني هدفه في الحياة اللي هو يبان للناس اللي هو اخطر واحد موجود في المكان يعني. بس طبعا زي ما قلت لحضرتك هو مفيش خالص، بس يعني هو كان بيزعل الاطفال في المدرسة، بيزعلهم جامد. بيحاول يعمل مشاكل مع اي حد كبير في السن عنه. اي حد يعني هو يقدر عليه من الاخر، انما اي واحد مثلا هيوقفه بحاجة لا، مش هيقدر يعمل معاه حاجة. بس وكان بيقول لحضرتك دايما ان هو اتحبس في امريكا، وبيحاول يظهر ان هو واد بطل يعني. طيب هل المدرسة بحثت عن الفيش الجنائي بتاعه ومن حقها انها تكشف في اي دولة بما ان هو قدم بالجنسية الامريكية؟ يعني المدرسة راعت ده ولا لا؟ لا خالص، المدرسة ما كانتش بتطلب فيش جنائي من اي حد اجنبي. اي حد مصري كان بيطلب منه فيش جنائي، انما اي حد اجنبي ما كانش بيطلب منه فيش جنائي خالص. لو حتى يعني مصري ومع جنسية تانية لا، برضه ما بيطلبوش منه فيش جنائي خالص. لان المدرسة كانت لسه فاتحة 2018، وكانوا محتاجين يعني ناس يعتبروا اجانب او شبه اجانب بس. طيب في عند حضرتك فكرة ليه مراته سابت المدرسة، او هو ليه ساب المدرسة هو وابنه لانه كان طالب فيها؟ هو ومراته وابنه سابوا المدرسة بتاعة الفيروز دي علشان حصلت مشكلة بينه وبين المدير. يعني هو كان عايز تقريبا يروح بدري او حاجة زي كده، والمدير زعق له، فبعدها بيوم ما جاش بس كده. فتقريبا دي المشكلة اللي حصلت بينهم، فما جاش. مش هو اللي اترفد او حاجة، لا هو قرر ما يجيش المدرسة بس. يعني مشكلة بينه وبين المدير فهبت في دماغه ما يجيش المدرسة. طب مراته كانت مدرسة في نفس المدرسة وابنه كان طالب، منعهم ان هم يروحوا برضه علشان هو زعلان او كده؟ ده طبعا شيء شبه اكيد، لان هو كان ليه سيطرة على مراته وليه سيطرة على ابنه، لان الاتنين كانوا بيخافوا منه ما شاء الله. وبعدها تقريبا راح مدرسة بورتو سعيد، بس مش عارف اذا كان راح على طول ولا لا. يعني في انفصال حصل بينه وبين مراته بعدها، وبعد كده هو راح اشتغل في مدرسة بورتو سعيد، وكان معاه ابنه ساعتها، وقعد برضه مدة، وبعد كده ساب المدرسة. ما اعرفش برضه ايه اسباب اللي هو ساب المدرسة التانية، لان انا ما كنتش في المدرسة التانية دي خالص. وبعدها طبعا تفرغ للتيك توك بس كده. في معلومات ان هو كان بيعزم المدرسين في بيته، عند حضرتك تبرير للموقف ده؟ وراتبه مثلا كان كام في المدرسة؟ هل عيشته كانت كويسة؟ يعني بيته ارستقراطي ولا على قده؟ يوم بعتبر مرتين بالظبط. لا هو بيته عادي خالص. وهو تقريبا يعني هو كان بيحاول يبقى اجتماعي، بس زي ما قلت لحضرتك انا ما استريحتلوش، والمدام برضه عندي ما استريحتلوش ولا استريحت، يعني ما استريحت لهمش عامة. فحاولنا نبعد عنهم برضه، فيعني خلينا التعامل قليل خالص لحد ما المشكلة دي حصلت وبس كده. حضرتك من خلال الزيارتين للبيت عنده وفي وجود المدام بتاعته، كان تعامله ايه معاهم، مع الولد ابنه، مع مراته، مع الكلب اللي كان مربيه عنده؟ كان تعامله ايه؟ يعني شكله ايه؟ بيتعامل ازاي قدامكم؟
لا، هو احنا كنا اول ما بنيجي طبعا كان بيدخل الولد الاوضه، خلاص كده ما يطلعش من الاوضه. والكلب كان دايما بيزعق فيه جامد، بس كان تعامله عادي خالص يعني. هو بيحاول يبقى اجتماعي، بيحاول يبقى اجتماعي، عايز يبقى يعني زي سنتر اوف اتنشن كده. بس برضه لا، انا ما استريحتلوش زي ما قلت لحضرتك، لان هو كان باين اللي هو مدمن حاجه، انا مش عارف ايه هي، بس هو كان مدمن حاجه. بعض المواقع الإخبارية ذكرت إن لما كان بيقابل واحدة من المدرسات اللي معاه ومعاه ابنه زين، فزين طلب منه وهم ماشيين إنه يحضنها، فهو وضح إن ده عادي في أمريكا وإن ده متعود على كده. هل ده حصل أو بيحصل؟ لا بصراحه انا ما شفتش الموقف ده حصل خالص يعني، بس ممكن يكون حصل بعد انا ما قطعت علاقتي معاهم، الله اعلم. بس انا لما كنت عارفهم ما كانش بيحصل خالص اللي انت بتقوله ده خالص يعني. حضرتك عندك تفسير إن المدرسة تغير الأسامي؟ يعني لبنى كان اسمها لورين، صديقه إبراهيم كان المقرب وقتها في الفترة دي سموه هاند. حضرتك عندك تفسير لده مع ان المدرسة في مصر فالمفروض فيها مدرسين عرب؟ فلو حضرتك يعني اشرح لي الموضوع. لا، ده كان بس منظر من المدرسة علشان أولياء الأمور يبقوا فاهمين ان كل المدرسين اللي شغالين في المدرسة أجانب، ما حدش فيهم مصري خالص. وكانوا طبعا اخدين تعليمات اللي ما حدش يتكلم عربي خالص في المدرسة، لازم كله يتكلم انجليش، علشان طبعا ما ينفعش منظر مدرسة بريطانية يبقى فيها مدرسين يعني معاهم جنسيتين، لا هم لازم انجليش بس. لا، اسأل حضرتك سؤال، هل زوجة حضرتك لسه مدرسة في نفس المدرسة؟ السؤال دوت لاني اكيد بتحكي لك ايه، يعني اكيد ظهرت ناس حكت عليه في المدرسة، يعني حكوا عليه حاجات في المدرسة، هل لسه موجودة؟ لا، هي سابت المدرسة بقالها حوالي سنتين دلوقتي. و... وانا سبت برضه المدرسة بقالي 3 سنين، لان انا كنت شغال في شؤون الطلبة وهي كانت شغالة مدرسة. بس اكيد طبعا في زملاء قدام بيحكوا لي يعني مستغربين اللي حصل ده، وطبعا مش مصدقين لحد دلوقتي اللي واحد زي ده عمل كده. بشكر حضرتك جدا جدا، اخدت من وقتك كتير. بشكرك جدا لذوقك، وان شاء الله الحقيقة دي توصل للناس. طبعا حضرتك مصدر خبر موثوق منه بما انك اتعاملت معاه، وان شاء الله نحاول نظهر الحقائق لكل الناس علشان ما فيش حد يتظلم وناخد فيه القصاص العادل بإذن الله. بشكرك جدا. لا، شكرا على واجب والله. انا اتشرفت بيك طبعا، وبرضه انا كنت عايز برضه اهم حاجة الناس تفهم اللي ده شخص جبان ومريض نفسيا يعني. مفيش تفسير تاني غير كده.